ليلى اللي ما بتعملش حاجة غير إنها بتاكل يطلع منها كل ده؟ أنا هروح أواجهها في المدرسة. أكيد يارا هي اللي بتوجهها زي العادة، وبعدين ما انتي كمان بتقعدي تتريقي عليها، فأكيد هي ما صدقت عشان تنتقم. يا بنتي أتريق عليها حاجة، وإنها تدخل والدتي في اللي بينا ده حاجة تانية. انتي اللي سمحت لهم يتمادوا بطريقتك، مع إنك مش الشخص ده. أهي طلعت في الآخر ليلى. مش وقته يا نورة. هنعمل إيه مع ليلى؟ هنواجهها؟ مش هينفع طبعاً، لأني وعدت جنى إني مش هتكلم. يا سلام، يعني انتي مش هتتكلمي علشان جنى اللي مش صاحبتك، لكن أنا صاحبتك يحصل معايا كل ده عادي؟ لا أنا مش قصدي، أنا عايزة نفكر في خطة تانية نعرف نكشف بيها ليلى من غير ما حد يأذي جنى. أهو اسمعوا، كنت هايلة في الحوش وانتي بتقولي إنك ممثلة فاشلة. المرة دي الطلب تطلعي لايف مع مامتك وهي بتبيع خضار، وإلا انتي عارفة هعمل فيكي إيه. ها، شايفين اللي انتوا بتدافعوا عنها؟ ريم، أنا عندي فكرة. هو أنا ممكن أدخل للدكتورة؟ طبعا ممكن. اتفضل يا حبيبي. ها قوليلي بقى فاضلك إيه؟ أهو براجع الرسالة عشان بكرة في المناقشة أبقى جاهزة لأي سؤال. محتاجة أساعدك في أي حاجة؟ اقعد. عايزة كده أخد رأيك في أهم جزء في المناقشة. ده يدي الهنا، أنا جاهز. امسك كده يا خالد، اقرأ من أول السطر ده. أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل لابني وقرة عيني خالد، الذي كان ولدي ووالدي وسندي في تلك المسيرة. علمني معنى الإصرار، وأن لا شيء مستحيل مع قوة الإيمان والتخطيط. إلى أسرته الكريمة مروة ونورة ونور، الذين اقتطعت من وقتهم الكثير ليوفروا لي سبل الراحة. إليكم جميعاً أهدي ثمرة جهدي. انت اللي علمتيني الإصرار والكفاح، وإن مفيش مستحيل. أنا فخور وممتن إن انت أمي. أنا كمان فخورة إنك ابني، ولازم تعرف إن بسببك وبسبب تشجيعك ليا أنت وعيلتك عمري ما كنت هوصل للي وصلت له ده. لما هو الإهداء مؤثر بالشكل ده، أمال باقي الرسالة عاملة إزاي؟